ازاي تبقي ام سعيده؟ اول حاجه شاركي طفلك، شاركيه انشطه والعاب بكل حواسه، العبوا مع بعض واضحكوا وتصوروا وكونوا ذكريات كتير. رقم 2 خصصي وقت لنفسك، لازم يبقى عندك وقت لنفسك تعملي فيها الحاجه اللي بتحبيها. رقم 3 سيبي الافكار السلبيه، بطلي تلومي نفسك، مفيش حاجه اسمها ام مثاليه. رقم 4 ثقي بحدسك، انت الوحيده اللي تقدر تقرر الصح لاولادك، انت اقرب واحده ليهم. رقم 5 ابعدي عن الناس السلبيه، بلاش طنط اللي بتقولك انك مش عارفه تربي ولادك ولا انك مدلعاهم بزياده، وابعدي عن الناس اللي بتحبطك وتقلل من عزيمتك، وبلاش برضو تصدقي الامهات اللي ما فيهاش غلطه اللي على السوشيال ميديا، دول مش حقيقه. رقم 6 غيري نظرتك للامور، يعني ولادك لازقين لك ومش سايبين لك وقت تتنفسي، بس ده معناه ان انت مهمه قوي بالنسبه لهم، بيحبوكي ومش عايزين غيرك، والموضوع ده مش هيفضل على طول، شويه وهيكبروا ومش هتلاقيهم، فاستمتعي. اخر حاجه اختاري مجموعه دعم، اطلبي مساعده، انت مش سوبرمان، خلي جوزك يشيل شويه عنك ومامتك او اخواتك لو يقدروا، او حتى اعملوا مجموعه من الامهات اللي بتدعم بعض وتساعد بعض. صدقيني اهون كتير لما يبقى عندك دعم، وافتكري اهم بكتير ان انت تبقي ام سعيده مش ام مثاليه. الكلام ده من كتاب نعمه الام السعيده.